بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا هذا اليوم عن بعض الناس اذا ما كان بين غير المسلمين يستحي ان يقول انا مسلم، فكيف نوجه الكلام إلى هذا الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Şükürler Resulullah kardeşlerim, Müslümanlar, bizlerden bir Müslüman deyip eğitirgen olan bu sizin eğitirgen vataçılık etmeyen kardeşlerimiz. هذا المسلم عليه أن يفتخر بأنه مسلم. لماذا؟ لأنه أولا اختاره الله تبارك وتعالى من أمة هي خير الأمم، قال فيها ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما لكن Allah Resulü'nün rahmeti Müslüman kişi gururlanırlar iş yüzünün imanı bilen, dini bilen, İslam'ı bilen. Rabbimiz Allah müminlerin kulları arasından onu saymadı. İhtiyar iman bilen bayıldı, İslam bilen bayıldı. Rabbul İzzet'e kitabı ve en-i kerimeler siz ithalatlarının ümmetlerinin en hayırlısı deyip Rabbimiz Allah muhabbet ediyorlar. الله تبارك وتعالى هو الذي قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم من بين كل الأمم لتكونوا أمة خيرية. Ona bir Rabbimiz Allah bize izli kitabındaydı. Sayıladım sizlerin hasladım diye, sizlerin doğrulap ayrılıp mıydın diye kalıplar milletler arasında. Yani şu diye bu derecene nasip ettim diye bizim milletimizge, ümmetimizge, her birlerimizge iman ile Rabbimiz Allah ulup bile yasadı. هذه الأمة قال عنها ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسط بين يعني التشدد وبين التراخي، وسط في الاعتقاد، وسط في العبادات، وسط في المعاملات، وسط في حقوق المرأة، وسط في كل شيء. Şimdi Rabbimiz Allah hidayetlerindeydi. Sizlerine indi ortalık ümmeti kıldı. Ortalık ümmeti. Her bir meselede Müslüman ümmeti, Müslümanlar ortak olan halde. İtikatta olsun, amellerde olsun, ibadetlerde olsun, arlaşmalarda olsun, bütün hayatta duruşumuzun bütün şeklinde formasında ortalık yaptı. Elhamdülillah, altın ortalık. هذه الأمة خيرها في يسرها فهي أمة اليسر. قال ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما نحن أمة يسر. Hem de bu ümmetle, yani bizim ümmetinle büyüklüğü, cimrilikte, ansatlıkta, Rabbimiz Allah sizlerle ağırlık dilemeyin, belki sizlerle cimrilik dilemeyin. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ümmeti cimrilik, hayırlık ümmetidir. ومن خير هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى اختار لنا أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. Elbette ümmetler halklar arasında en olup bilgimiz de Allah Teala rahmetiyle bizlerge Resulümüz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni Nebi Allah'ın kişisi Resulü itip ihtiyar etti.
ومن خير هذه الأمة أن اختار لنا أفضل كتاب وهو القرآن الكريم. شو يقول ما بدنا الحمد لله خير ليش نعمل برتب الله رب العزة رحمة الله يمكس على كلام القرآن الكريم من اختيار التنزيل. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى هو الذي اختار لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو من الله تبارك وتعالى، فلنحمد الله ولنعتز بهذا الدين، دين الإسلام. الحمد لله رب وشرط وسينش رب وصف الله إزاي أشهر دين إسلامنا نصيب اختيار خمس زاجات إلى دين إسلامنا خمس رصيد وخمس إعلام مش دين ولا إسلام ولا رب الله رب العزة كتاب القرآن الكريم شو رب صلى الله عليه وسلم رب ساعة زاد ولايات ونعمة تدر. ثم بعد ذلك من خير هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى جاز العامل فيها إن كان عمله حسنا ب10 أضعاف، ثم يضاعف الله تبارك وتعالى لمن يشاء. أما السيئة فتكتب بسيئة واحدة إن عملها، أما إذا نوى بدون عمل فلا ذنب عليه. خبيان لهم لما كان من مرسل رب العزة بزاف ما تمسكه مسلمان أمتنا آخر زمان أمتنا شو من بلاد قلدا أجد بيسكلك قلب ويساق رب الله والخزانات أجل يزار كبدا أرمان لا أقترب يسد لجنا المصيبة أما لكن من خطر شساك وناخر شساك رب الله برجنا من خياس القيام ورب الله درجة من نعمته أجد يمان بشكل وأن رسل المية لساك الله رب العزة مزجنا خياس. ومن خير هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى لنا جعل أياما وأوقاتا وليالي نزداد فيها من الأجر والثواب، منها شهر رمضان، ومن شهر رمضان ليلة القدر. شنو برد بسم رب صلى الله عليه وسلم شنو مخصوص وهم أيام كنا ربي إلا الحمد لله وتطلعون إلا ورمضان إلا كان شوي يقول ربوا عن رمضان يبص رب ليس لزلي اختياري كان رمضان نمضى بإلانجان مخصوص من أطلب وعن الرشاد قادر كيشاسر. هذه الليلة ليلة القدر قال ربنا تبارك وتعالى عنها ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر بمعنى 84 سنة و4 أشهر. تصور أن إنسان عاش 40 سنة فقط وصام رمضان 20 سنة فقط، نتصور هذا التصور كم تبلغ عبادته إن أدرك ليلة القدر في كل رمضان. في كل رمضان لمدة 20 سنة سيكون عمله مضاعفا 1666 سنة. 1666 سنة إن صام رمضان 20 سنة وأدرك ليلة القدر 20 سنة. الحمد لله رب صلى الله عليه وسلم قادر كيشاسر من ما يدام خير لكم أجل دي المرة إلى مرسال سنة شيطان كل طيب مسلمين داخل المسلمين الله رب رحمة الله شو التداء يسكن خير لكم عمد شو نعلم خير لك الله تبارك وتعالى حمد الله ولا برصات أدام ورصات أجل قرب من كيشاسر قرب يا شساء كم شنو يقولون يوم رمضان نصار كم خير يوما أجر دبارة كيشاس الطوائل كم شيخ الزيدان وياكي برمن مالتيس أو مش مالت يوميا برضو التوسس هذا يخدعي مشروع غير برضو التوسس إلا فقط شو مداد أما مداد مسكين التاع خير التاع يعني كشش ما طول أجر الله يسوس. طيب ومن خير هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى قال عنها وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما معنى هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث نوح يوم القيامة
يبعث سيدنا نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقول لأمته هل جاءكم نذير؟ نوح يقول ما جاءنا من نذير. الحمد لله. Siz ümmetler arasında başkalarına şahit bulunuz, sidyeti bulunuz. Hem Allah'ın peygamberi de Resulü de sizlerle şahit buldu, sizlerle halde. Hem de parasal ile peygamberlerden Nuh Aleyhisselam'a Nuh Aleyhisselam kullarına Resulü'nün onlardan çıkıyor. Hem de Nuh Aleyhisselam kıyamette kovarlar. Ana yerler kavmine sıralan vakitte Nuh peygamber, Nuh Aleyhisselam sizge geldi mi Resul olup, Allah'ın peygamberi olup, izgilikle, hayırlıkla çakırdım diyen vakitte bu kavmin cevabı bildi budur, yok demektirler. Bilmediler, olmadı demektirler. ثم يؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيقال هل بلغ نوح؟ فيقول نعم بلغ نوح. فتسأل أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ نوح؟ فتقول أمة النبي عليه الصلاة والسلام نعم بلغ. قال وما أدراك؟ قال لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا. Hem de kaçın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde onlardan sıralan vakitte Nuh Aleyhisselam eriştirdi mi kavmine deyip Allah Rabbisinden olan emrini, kuşkanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikrar kılıydı. Elbette Nuh Aleyhisselam Rabbisi Allah'tan kavmine, halkına eriştirdi demektir. Hem buna değil, bizim ümmettir. Bizden sıralar kıyamet gününde Nuh Aleyhisselam eriştirdi mi Rabbisi Allah'tan kavmine, halkına deyip hem de bizim ümmetiydi. Elbette eriştirdi. Nuh peygamber bizim kavmine, halkına Rabbisi Allah'ın emrini demektir. Hem de sıralar Peygamber Bey'desiz. Şunun cevap veresin diye vakitte çünkü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge bu hakta haber verdi. Şuraya ikenin bizlerge eğitti cevap verirler. فيوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير للأمم كلها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير للأمم كلها وللأنبياء أيضا. Hem de kıyamet gününde bizim ümmet, ahırgı ümmet, bütün ümmetlerle Kur'an'da faziletlilik olur, üstünlük olur, derecelik olur, gizzetlilik olur. Hem de Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bütün Allah'ın nebilerine, peygamberlerine, Resullerine Kur'an'da gizzetlilik, derecelik, ululuk olur deyip şerifimiz. فأنت أيها المسلم افتخر بإسلامك، افتخر بدينك، ولا تستحي أن تقول أنا مسلم سواء كنت بين المسلمين أو غير المسلمين. Şu anda kardeşlerim şerifimiz yani. Sen gururlan dinle, imanın ile Allah Rabbul İzzet'in kumaniyatlar ile nasip etti. Kardeşlerin arasında mısın? Dinde Müslümanlar arasında mısın? Müslümanlar arasında olmasın. Her vakit dinin İslam'da elhamdülillah matuliyattan görse gururlan, yalma, başına ime emelin şoktan siyer Rabbim Allah beni ihtiyar etti bu dinde İslam'da iman edin. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا ونسألك رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا مميت يا غفور يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك اللهم عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا ربنا أخبرنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بأن حقا على المضيف أن يكرم سائره
نحن زوارك في بيت من بيوتك فأكرمنا يا رب العالمين يا ربنا. أخبرنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بأن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا من النار. أنت غني عن عذابنا وحسابنا، فاغفر لنا وارحمنا، واعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب والدينا ومشايخنا والحاضرين ووالديهم وأمواتهم جميعا من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. ونهدي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثواب سورة الفاتحة. بارك الله فيكم. حفظ الله تعالى فيكم.